يحصل معناته تقعدوا مع الجيش. صح، قول في سرك وانت ساكت. طيب هتجوا تندمجوا تاني، قلتوا تندمجوا تسريح مع منو؟ مع الجيش. صح. الجيش ياتوا جيش بتاع علي كرتي. صح. يعني اذا الجيش قبل يفاوضكم وقبل يوقع معاكم، انتم مستعدين تخونوا الثورة وتخونوا التغيير وتقعدوا تاني مع جيش علي كرتي ومع حكومة الكيزان وتاني تشتركوا معاهم في السلطة وتاني تندمجوا في الجيش. صح. معناته انتم ما عندكم قضية، معناها قضيتكم ما الهامش. صح. معناها قضيتكم السلطة. صح. صح. معناته انتم ما عندكم مشكلة مع جيش علي كرتي ولا عندكم مشكلة مع الكيزان، لأنه إذا زول عنده مشكلة مع الكيزان والجيش ده شايفه جيش بتاع اسماء حمد ولا سنة عباس ولا عم عارف علي كرتي وشايفين كده انتوا، وشايفين الدولة بتاع 56 دي دولة جلابة وفلول كويس، ومستعدين تقعدوا مع الفلول وتوقعوا سلام مع الفلول ودارين لا مع الفلول ودارين تقسموا السلطة مع الفلول، ولازم الجيش ده يقعد يفاوض اللي هو جيش الفلول، معناته ما عندكم قضية. صح. شوفوا يا ملاقط ويا دعم، كلام الكثير خلوه. يا اما انتوا طلاب سلطه وخونه للقضيه امشوا فاوضوا جيش علي كرتي ده، يا ما اسمعكم تاني تقولوا جيش علي كرتي، يا ما تقولوا دايرين تفاوض. ابقوا رجال النهايه. شفت الفورة اليوم، لانه الكلام ده لو زول قاعد كده ضرب له سياره كده وقاعد فرتقه بالراحه بيلقى انه انتوا ذاتكم كيزان وفلول ومنتفعين ومرتزقه وبتاع سلطه وجبانين ومستعدين تبيعوا قضيتكم في اول لفه. والا ليه بتقولوا دارين تفاوضوا؟ ليه دارين تفاوضوا الكيزان انتم؟ ليه دارين تفاوضوا الفلول؟ ليه دارين تفاوضوا دوله 56؟ ما هي الدوله دي كيزان وفلول ومرتزقه وبصاصين دماء. ليه دارين تقعدوا معاهم؟ ديل ما ناس تقعدوا معاهم، ديل ناس كعبين تبلون بس. ده الحل. الحل في شنو؟ كل لك وراي كومنتات جنجويد على جياشه. الحل في شنو؟ الحل في البن. الكلام الكثير ده خلوه. وديك الشماليه وديك الخرطوم وديك الجزيره وديك جبل اولياء ما تتكلموا كثير، ديك الابيض وذاك النيل الابيض. ابقوا رجال امركم الكردفان دي خشوا الخرطوم. ابقوا رجال احكموا الدوله دي. ما في راجل بيقول الدوله دي حقت كيزان وحكمها سنه حمد بكره بقول داري فاوض. ما في راجل بيصنف الدوله دي وبصنف جيشها بيقول الجيش ده ماسكاه مره وبيجي بيقول انا داير اقعد مع الجيش. انتوا ما قلت الجيش ده حق سنه حمد؟ ليه دايرين تقعدوا مع سنه حمد انتوا؟ ناس طول وعرض وشنب وقعر دايرين تقعدوا مع سنه حمد؟ جيش حق مره غالبكم تبلوا؟ انتوا قلت كلكم طلعتوا في يوم من الايام قلتوا الجيش ده بتديروا سنه حمد. جيش بتديروا مره لكم 3 سنه غالبكم تعلنوا فيه حكومه في الخرطوم. ها؟ 3 سنه جيش بتديروا مره ما قادرين تحكموا الدوله دي، انتوا دايرين تفاوضوا عشان تجيبوا لنا الكيزان راجعين تاني. انتوا الكيزان يشوفوا خلاص شكرا. انا ما قاعد اقول الكلام ده عن فراغ، انا قاعد اقول الكلام ده عشان يفهموا السودانيين وقلت ما ويقع دعم سريع عليهم مننا قبائل اخوي، هنا ويعرفوا. قوميين. دعم سريع ده مؤسسه قوميه ما في اي قبائل، ما تحدثنا ما عن تصبر قبائل. انت، اي مؤسسه قوميه الان، انا قلت قوميتها قبل شويه. الدعم السريع ده مؤسسه قوميه، والدليل على ذلك الدفعه بتاعت 2019 اخر دفعه تخرجت في 2019 و2020 قبل الحرب من كل السودان، فيها شرق السودان، فيها غرب السودان، فيها الشمال، فيها اللنقسنه، فيها اي زول قاعد في الدعم والله السريع. على المقاطعة، أنا والله سؤالي واضح. أنا بتكلم عن القيادة بتاعت الدعم السريع. انت اشرح مكتوب لي صبر القومية. يا بنت يا اخي، ما بتكلم عن دفعة زمان ولا خارجية. هسي؟ معلش زمان ولا هسي؟ انا ما سؤالك ده بحب زمان ولا التشتت هسي؟ يا استاذ القومية دي عثمان. دقيقة معلش يا ابو ما كلثم، القومية دي داير اعرف زمان ولا هسي؟ طيب أنا والله ما يعني، هو سؤال وأبو كلثم بيتكلم وأنا سألته في نص مداخلته، فما ما تجوطوا الكلام. أنتوا هسه بتردوا 4. أنا ما فاهمة، أنتوا ذاتكم ما متفقين على رأي.
انت كده اصبري انا اجاوب، انت بعمل ميوت يا حبيبي تحت. الكلام ده ما زول يسالك اديه فرصه اجي اقول كلامي سامح شيء. انا الزول التحت ده بغيمه وبعرفه. الدعم سريع قلنا لما بقى 2019 و2020 اتخرجت من السودانيين دول كلهم. كل السودان ده اي زول داير يبقى دعم سريع، وفعلا دخلوا والمشوا السعوديه، مشوا المشوا اليمن، جابوا قروش مشوا. كل سوداني من مختلف السودان. اي زول بيقول الكلام ده غلط كذاب. كلامي اللي انا قاعد اقوله ده صحيح. دخلوا فوق شعراء على مستوى السودان، منهم ود ادريس وود البرير، وفيهم واسمه شنو، والجماعه ديل كلهم بتاعين الدوبيت ديل كلهم بقوا دعم سريع من مختلف ربوع السودان ده. طيب دي قوميه الدعم السريع. في الوقت الحالي الدعم السريع لما قومي صح هسه امشي الفاشر. اتحدى اي زول الان يمشي الفاشر يشوف الفاشر ده الان الناس الحاكميننا والناس الماسكين كل تفاصيل الفاشر ده، وهو من اكبر المدن في غرب السودان، ولاية شمال دارفور تاريخيا بلد السلطان علي الدينار. الان الحاكمين كلهم زغاوة شت، كلهم شت. السجن، الشرطة، الظواهر سالبة، الاسواق، الشنو، المويه، المياه، كلها ماسكين زغاوة صرف. ما في حاجة اسمها عرب براهم، لأن حصلت عملية بتاع الشراكة بعد ما الناس وقعوا الاتفاقية في نيروبي، الوثيقة بتاعت 2025، الوثيقة الانتقالية اسمها شنو هي بتاعت الاتفاق اللي حصل في نيروبي، الجمع القوى السياسية والحركات والقوات بتاع التأسيس والشغل الكبير التم في نيروبي، وعلى ضوء أسس الحكومة بتاع التأسيس. أنا بقول كلام عارفه يا ناس، ما قاعد يتكلم ساكت يا أخونا علي الفوق، ما تقوم تقاطعني ساكت. الدعم السريع في الوقت الحالي قومي. طيب سؤالك عن الهرمية بتاعت الدعم السريع. الدعم السريع ده الآن فيه فريقين. فريق أول رئيسنا الرئيس السوداني محمد حمدان دقلو موسى، قائد قوات الدعم السريع ورئيس مجلس رئاسي تأسيس. الفريق الثاني اللي هو قائد ثاني للدعم السريع، الزول اللي بيدير عمليات جيش تأسيس الآن في السودان، اسمه عبد الرحيم حمدان دقلو. دي التراتبية. الناس اللي بيتكلموا عن أي زول يجي يقول لك هل الهرمية وخشيني ومركني ويقول لك الدعم السريع ده ما قومي، ديل اثنين من اتجاه واحد بذلوا مجهود في الدعم السريع ده وأسسوه من الصفر في كل بقاع السودان ده، قادوا ميدانيا في مختلف البقع في السودان، في الفشقة ذاتها في اتجاه في جبال النوب في حدود جنوب السودان. الحركات دي لما ودوها ليبيا ودوها سماي ذات البروج، جاب الشغل ده بالضراع بالبنية والشلوت. طيب لما تجي للعدد اللواءات الموجودين الآن بيدوروا الدعم السريع، عددهم معروف طبعا. الناس اللي في الدعم السريع عارفين، انا ذاته عارفه، لكن كده خلي عشان ما يجي جلابي نوريه الشغله دي. والداتا اصلا موجوده عند الجلابي، عارف الجلابي الكبير ياسر العطا عارف الموضوع ده. الهرم لما تجي للواءات تسع اللواء بشوك اللواء فلان اللواء فلان، دي اولاد عرب. لان كيف يبقى اولاد عرب؟ لان الدعم السريع ده لما تاسس، لما حميدتي قال هو تعالوا انا داير اسس دعم سريع، جلو عرب بس، ما من ناس ثانيين. أبينا ولا ردينا، ده التأسيس في البداية كانت كده. لكن الدعم السريع الآن في الوقت الحالي والآن بيجي تأسيس، وفي تأسيس ذاته بيجي قوات تأسيس، جيش تأسيس. جيش تأسيس ده الآن فيه حركة شعبية، فيه حركات مختلفة من حركات القبائل الزنجية اللي انشقت من العدل والمساواة، واللي انشقت من تحرير السودان، ومهم حاجات كثيرة زائد السوار اللي التحقوا به من شمال السودان ومن مختلف الناس، خالد عيوبة وآخرين، يعني كثيرين جدا. الآن الوقت الحالي كلام يرضى أخونا علي ويرضى الناس كلهم، الدعم السريع في الوقت الحالي قومي. ما في زول يجي يقول لك ما قومي، قومي 100%. لكن الحرم بتاع الدعم السريع أبناء عرب، أبينا ولا ردينا، فوق 17 لواء ديل كلهم عرب، أبينا ولا ردينا. لكن لما تجي للتراتبية، الكلام ده أنا بقوله عشان وشك أنت الحامد ضايع عثمان ذنون، الكلام ده أنا قاعد أقوله عشان حقائق.
خلاص داري الجزئيه دي بس انه الدعم السريع حق عرب وكله عرب والتراتبيه عرب. عرب ما كله حق عرب، كل حق عرب. قلنا ابو قوميه. كلثم ابو كلثم معلش بس ممكن تديني فرصه. هذا شكرا طيب. يا حبيب وابو كلثم، كلامكم صح. الدعم أبو كلثم. السريع حق عرب، ادينا فرصه ابو التراتبيه كلثم. كلها عرب كويس وثبتنا ذات اسمع، نحن اسمع. العرب، ما زول ثاني ثبتنا حبيب نحن. معلش خلاص. حبيب معلش. خلينا ما تتكلم كثير يا ابو كلثم، دي ما ندوه، احنا ما احنا تلاميذ ما كده. ندارك من زول يا جنون، نحن نتكلم الدغري بس. انزل تحت، ما تقول تقاطع، انزل تحت يا حبيبي، ما تقول متذاكر خلينا نتكلم. انزل تحت عليك الله، ما تمنعنا فقر يا زول. انت يا ابو كلثم الكلام القصير نشيط واضح مهم. الدعم السريع حق عرب واحد، القياده كلها عرب. شكرا جزيلا. اتفضل يا علي. اول حاجه يا عثمان، الكلام اللي انا قبل قلت لابو كلثم ده على حق. وابو كلثم هسه انا عندي لك نصيحه، اخوي انت ده كان صحي داعم، الدعم السريع ده كان انتصر، اطلع في لايف قول لي مبروك. لكن اقسم بالله انت ده كونه تكون سياسي ينتمي للدعم السريع، اقسم بالله عار على المؤسسه دي. تمام معاك؟ انت بتقول في حاجه ما بتعرف اخوي. تمام، انا والله ما بنتقدك، تمام، ولا عندي حقد تجاهك انت، لكن الكلام ده انا بتكلم لو انت صح من المجتمعات الحاليه فيها جيش الفلول والكيزان، اقسم بالله ده ما كلام تقوله. يعني انت بتقول كلام خصم عليك انت ومبسوط ومرتاح حاجه كده تخجل والله ما اعرف اقول لك شنو، لكن خلاص كلوه يا عرب خدتوا لحم. والله انت اخوي كان الدعم السريع انتصر زي ما قلت لك، اطلع اقول الف مبروك، خير كده، خشمك عليك يا ابو كلثم. كده تسلم. يا ابو كلثم، اول حاجه الدعم السري ده اخوي ما حق قبيله واحده، كويس معك؟ عشان ما تيجي تقول لي الدعم السري ده 17 له بكلهم عرب وداك عندك الموقف وشوطال يا اخوي، وعندك اللو عثمان عمليات، ده العرب. الدعم السري ده اخوي فوق جميع القبائل يا زول، الوان الطيف نوبه اي شيء. الدعم السري ده زي ما قال لك قبائل السودان كلها متواجده فوق يا زول، معاه واقف على قبيله واحده، والدعم السري ما حق قبيله واحده، ولا حق القبيله الفلانيه ولا حق داك. الدعم السري ده اخوي حق الجميع، وفوق جميع ولايات السودان زي ما قال ابناء الولايات دي كلها فوق حاليا. امسكها من شرق السودان لغرب السودان، ومن جنوب السودان لشمال السودان. التاج انت بتبرر لي يا تويت، ما تبرر لي زول يا تويت. متى الزول لما قال لك الدعم السري ده عرب وما عرب، الدعم السري ده ما حق عرب، الدعم السري ده حق الجميع. يا اخي ابو كلثم ده هو يا ابو كلثم ده ابو كلثم ده كلام مجرد، وابو كلثم ناشط. عشان ما يجي يخرب سبحان الناس كده. الواثق لا يبرر يا تاج، ما عندك شغله لزول، ما تبرر لزول. الكلام ده كلام بيمثل ناس كتار في الدعم السريع. الزول ده كلام ده ما جابه من راسه، وابو كلثم زول معروف، معروف بالنسبه لنا معروف، قاعد له 20 سنه في الميديا دي بيتكلم. كلامه ده بمثل منو وممثل منو؟ لان عارفه كده يجيبوا لنا المعارض دي، القيادات المعارضه. هسه ما قلنا يمثل نفسه بس ابو كلثم ده يمثل نفسه كان كيف؟ دول من الحركه الشعبيه يكون كويس. يمثل نفسه. الدعم السري ده فوق 100 اللي هو بس نفسه بس الدعم السري ده ما قالوا عمليات ده عمليات الدعم السري ده قومي تكرار من خلاف بس ابو كلثم خلاف معروف عنده ناس كتار وراه، كلامكم ده اسمع العمليات اللي هو ابو شوتان، كلثم كامل عبد الله خشب، عبد الله شخب، نكلت في 100 ده كله اللي هو في كله. الدعم السري ده مع عرب. الدعم السري عندك الرفاعين يا شباب جنرال اذنك بس 5 دقائق. الناس دي قبل يوم نحن كنا معاهم، تمام، والمؤسسه الحاليه فيها دي، تمام، المؤسسه الحاليه بمؤسسه الدعم دي قبل يوم ما قاعده معاهم وتحت امرتهم، هم عارفين هنا كويس. انت بتجي هنا بتبرر لمنو؟ نحن قوميين في انفسنا يا زول، نحن انفرزنا معاهم، هم حاليا عندهم دوله بذاتها ونحن عندنا دوله بذاتنا، تمام، فنحن ما محتاجين نبرر لزول، نحن قوميين في ذاتنا يا زول، ما دارين العالم يعرف ذاتها، ما دارين زول يعرف. ابو كلثم يسوى شنو؟ ابو كلثم ده انا قبل وريت الناس ديل، ابو كلثم ده عرب خدته لحم. ابو كلثم لا يمثل اي شخص. يعني انا من دخلت الميديا لقيت ابو كلثم ده الحزام العربي والحزام الافريقي والحزام الكيني. شنو يعني حزام؟ انا من قميت في الدنيا دي ما لقيت حاجه بقول لها حزام عربي، كلها عباره عن حاجات تافهه يجي يمررها هنا باسم مجتمعاتنا نحن. يسوى شنو ابو كلثم؟ ابو كلثم لا ينتمي لاخوات الدعم السريع ولا ينتمي لدائره الاعلام، تمام، ده زول عرب خدته لحم. الناس كلها تعلم، 1500 نفر تعلم بانه ابو كلثم ده عرب خدته لحم، زول برجخ ساكت، تمام، ولا يمثلنا ولا عنده قرار ولا عنده خبر موثوق عشان انتوا تصدقوا. نقفل الموضوع على هنا بس.
السلام عليكم. تاني يا ابو كلثم، تاني يا ابو كلثم، بعد الكلام ده تيجي مقاطع بجاي انا الله بديك بسطونه. اوعى الكلام ده ما كبشر، اوعى تجي مقاطع بجاي ابو كلثم تاني، ما اشوف وشك بهنا. واضح الكلام ده ولا ما واضح؟ لا انت لا معك، لا انت لا ساره لا ام شواك، الشله بتاعتك دي كلها. اوعى اشوف واحد فيكم تاني قاطع ليه بجاي، ولا اشوف زول فيكم بيتكلم في اي حته تاني. لو لقيتك تحت البطانيه تتكلم ببلك انت وشلتك كلها. هيثم ابراز ده ذاته معاكم لانه من شلتك. هسه هيثم القاعد فوق كسار الجمهور ده من شلتك. نحن داير نسمع الراي هيثم في الكلام ده. تفضل يا هيثم. عثمان ما تمرر اي اجنده بكلامي انا بس ابو كلتم ده ما بعترف بيه. نزلني يا زول. ابوك بنزلك، بنزلك اقعد تحت لحد ما نسمع راي هيثم في الكلام ده. ما احنا ما عندنا معاك مشكله شخصيه، كلامك ده بمس ناس كتار يا زول، انت ما تتكلم ساي. ابو كلتم نحن نعرفه لنا 10 سنه. طيب يا شباب، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وان شاء الله طيبين. طيب الاول الكلام اللي قاله اخونا حماد ابو كلتم هنا لا يمد للواقع باي علاقه وما فوقه اي صحه. نجي نشوف الكلام ده كيف. لغايه الحرب دي ما قامت كل ادارات الدعم السريع كانت بقيادات من القوات المسلحه. اي اداره قيادات كل الادارات دي جايبهم برهانك، يبقوا عرب، يبقوا زرقاء، يبقوا جايين من الفضاء، ديل جابهم برهانك وانها كانت مؤسسه بتتبع للقوات المسلحه. نمره واحد، اذا لغايه يوم 15 ابريل ده ما القيادات حقت القوات دي كلها يا التراتبيه الهرميه كانت عن طريق البرهان. ده نمره واحد. نمره اثنين، الناس اللي بدأت تتكلم لك الدقلوا تحدي، اديني لواء غير القائد محمد حمدان دقلوا وقائد ثاني زول واصل رتبه لواء او عميد، ما في خالص. كل الباقيين ديل بتلقاهم زيهم وزي باقي اخوانهم. نجري قدام، وانا بقول من هنا التحيه لسعاده اللواء علي قرفة عبد الله كوكو ابن جبال النوبه، اللي اصلا كان برلماني وواحد من الناس اللي اجازوا برلمان قوات الدعم السريع في 2017. نقول التحيه والتقدير لسعاده اللواء عبد الله شغب، نقول التحيه والتقدير لسعاده اللواء عبد الله قروش، نقول التحيه والتقدير لعمنا وكاميرا الهادي وكاميرا الصندل، ونقول التحيه والتقدير لسعاده اللواء ابن جلاس سعاده اللواء اي اسم ذاته طار لي انا يا اخي، السيد خالد، سعاده اللواء خالد. من كل انحاء السودان حرفيا، شرق وشمال وغرب، تجد اداره قوات الدعم السريع مشكله بهذا النمط اللي ما بتلقاه موجود في تلك القوات المسلحه، اللي ما بيجيبوا الناس ويفتحوا الكليه الحربيه للغلابه والمساكين والغبش، اللي بيطلع بيقول لك البس باللي زليكم، ما بتتفتح لهم وضع الا لما تكون في البلد عشان تتقدموا الصفوف رخيصين ويجي يحكم غيرهم. ده كلام ما بتلاقي في قوات الدعم السريع. عشان كده زي ما قلنا، اول حاجه سعاده اللواء علي قرفة عبد الله كوكو رجل برلماني، وهو واحد من الناس اللي اجازوا قانون قوات الدعم السريع في برلمان 2017، وكان بيعلم جيدا وين الحق وين الناس الشغاله. طيب والله ما شاء الله التعليقات، احييكم ذات يا اخي، انا داير اسمع الكوراك ده. طيب نجي لقدام. مساله التراتبيه الهرميه دي انتهينا منها. لو في زول بيعرف شخص غير القائد محمد حمدان دقلو وقائد ثاني قوات الدعم السريع عبد الرحيم حمدان دقلو يورينا له. ليه الجيش ده ما اعترض على الكلام ده لما يتكونوا في البدايه وكان قائد محمد حمدان وقائد ثاني له اخوه عبد الرحيم؟ لانه الوقت ذاك الجيش ضعيف، ما قادر يحقق اي انتصارات في اي موقع داخل السودان الى ان تم تكوين قوات الدعم السريع. وهنا السيد القائد محمد حمدان واشاوسه قاموا بتنظيف كل مناطق التمرد وفرضوا هيبة الدولة وبقى أمان. أنا بتذكر المشية الأولى لدارفور وكان حظر التجول بعد صلاة المغرب، العشاء ما بيصليوا. الكلام ده لغاية
15 و16. بعد ذاك وصل الاشاوز بغادي، قسما بالله الواحد بيكون حايم ل3 صباحا الله ورقبته. واكثر زول قليل ادب يلقاك في نياله ده غير السلام عليكم ما يقدر يقول لك حاجه. دي اشياء قاعده في ارض الواقع، اشياء ملموسه، اشياء شاهدناها بعيوننا، ما محتاجين يحكوا لنا. العمل اللي قام به والسيد القائد محمد حمدان دقلوا موسى داخل السودان يدرس. ما في شخص اول حاجه كان جينا على مستوى شخصه، شخص قدر يطور نفسه في تلك السنين البسيطه. انا ما بقول لك في السودان، بتحداك في افريقيا والشرق الاوسط تمرق لي شخص قدر يطور نفسه وقواته وانه يده تكون ممدوده بالخير في كل الاتجاهات في السودان. يعني احنا شفنا لما كان الناس بتخلي كل الدوله وبتخلي الرئيس وقائد الجيش وبيقولوا يا السيد القائد محمد حمدان دقلوا موسى مشكلتنا بسيطه ودايرين كهرباء ودايرين لنا كم عمود، ودايما يده صباغه بالخير وتلقاه الاول لما يحصل الغرق وتلقى الاشاوس ماسكين في بعض شعب وعاملين للناس كوبري وبيطلعوهم. لما تجي تلقى البلاوي اللي حصلت برضه في شمال السودان ويكون هو السباق. لما في ناس دار تعرس وما عندها بيمشوا وبيدقوا مكتب نمرة 2. والله انتوا يدينكم ممدوده بالخير دائما وحاجه عاديه، يعني ما في حاجه اذا توسمت في شخص خيره ما في حاجه، برضه بدهم ظروف من مكتب نمرة 2. لكن سبحان الله دائما بيعض الايد اللي مدت له. انا في ختام مداخلتي داير اقول لكم، انا طبعا داير اسافر فرنسا، عاوز اتعالج من الادمان يا زنون، داير اعمل مطعم حق قاشيه هناك. ارجع الجاي تقيل يا فرده. اتفضلوا يا شباب. استاذ عثمان عايز تتدخل ولا نسال ولا كيف؟ ما عارفه. فرصه عندنا استاذه. يا استاذ انا لازم بقدر اتعلم في حته انا هذا امشي فرنسا دي. الفرصه حقتي انا اعتقد. يا فهد لو سمحت. اتفضل يا استاذ. يا استاذ عثمان انت معانا ولا في الكوره؟ قلت لك انت في الكوره خلاص. تمام حاضر تمام عديله. طيب يا هيثم انت كنت بتتكلم عن التراتبيه والقياده في الدعم السريع وهكذا. انا ما شايفه انك انت ضويت على حته مهمه جدا جدا، انه التشكيل بتاع الدعم السريع اللي هو كان بعلم الجيش لغايه قيام غيره، انه هم عندهم يد ذاته في تشكيل التراتبيه في الدعم السريع وكانوا قبلانين بالحاجه دي. انا فهمتك صح ولا غلط؟ والله يا استاذه انا كلامي ما كان واضح، انه انا قلت قيادات الادارات دي كلها كانوا ضباط الجيش، ما كانوا دعم، ما كانوا عرب ولا زرقاء، كانوا ضباط الجيش جابهم برهاني. ده الشيء الاول. تمام. دقيقه ما اكمل لك. لا عشان ما تاخذي كلامي لحاجه ثانيه. مما جات 15 ابريل هنا مباشره جينا شفنا قيادات الدعم الحقيقيه، سواء كان في الوسط بالبيشي وكل، سواء كان هناك النيل الازرق بالمكب شوتال، كان اي شخص بدير في منطقته، زي ما شفنا في كردفان، ابشنب، شفنا جلحه وشفنا غيرم. دي الحاجه اللي كانت مفقوده في الجيش، ودي اللي خلت الجيش ده ضعيف ومهزوز جدا جدا وما قادر يقول تلت الثلاثه. كم مبشركم الشمال برضه باهله وبابنائه. سعاده اللواء محمد علي الجعلي وسعاده اللواء خالد بريش. يا هيثم ما انت قلت مداخلتك كامله وقفلت المايك وسكت. يعني انا سالتك سؤال محدد. اتفضلي يا ست المنصه. انت مش ضيفه زينا في المنصه ولا؟ والله انا سالتك غريبه يعني. طيب بقيت قاعد تتكلمي طوالي برضه. هاي تمام. طيب انا سالتك سؤال واضح ومحدد وانت جاوبت عليه، وانا لسه السؤال ما لقيت له اجابه كامله. طيب هل اعاد الدعم هيكله نفسه؟ هل اعاد الدعم السريع هيكله نفسه يا هيثم؟ سامعني انت يا استاذ هيثم؟ انا مسموعه يا شات. تعليقات واضح. تمام. هل اعاد الدعم هيكله نفسه يا استاذ هيثم؟
هو واضح انه ما عارفه، يعني ما سامعنا ولا الحاصل شنو. طيب نمرر الدور ونجيك تاني راجعين للاسئله. انا مداخلتك دي كلها عندي فيها اسئله. ما عارفه الدور عند منو. فهد اتفضل. السلام عليكم. اعتقد انه في وقائع ما محتاجة نحن نفترض فيها افتراضات. تركيبة الجيش معروفة وتركيبة الدعم السريع معروفة. أنا والله بستغرب إنه في بعض من الناس بيجوا يتخبطوا، لكن داير أقول رسالة مختصرة في الجزئية دي للزول اللي بينتمي للدعم السريع أو اللي بينتمي للطرف الآخر الجيش وبيفتكر أو بيعتقد إنه الدعم ده بيضغوده قبيلة، يبقى ده زول واهم، وزي ما بقول كأنه عايش في تركيا ما عايش في السودان. نحن سمعت فهد عليك كم دقيقة عشان ما تمشي لقدام في مداخلتك دي وتسوق الناس بالدقداق. ليه؟ يعني احنا ما افترضنا اي حاجة، ما في زول من البلاسة يا استاذة ما ممكن انت تقاطعي اي زول وتسألي الناس كلها. ما تخلي الزول يقول مداخلة. لا 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 يا استاذة ما ينفع كده انك تقدر تقاطعي اي زول وداير الزول يقول مداخلته على حسب هواك انت. هيثم لا كونك تعلي صوتك، اسمع هنا اسمع، كونك تعلي صوتك ما بتخوفني، ما بتخوفني، فما تعلي صوتك. يا اخي اخوفك ليه من الصلاة؟ لا 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 انت ما يا هيثم انت ما فهد. انا سالتك سؤال عليك الله وانت بنت تجاوب عليه. الفرصة فانا سالها دقيقة يا استاذة. لا ما اي زول فتح مايكو من الجاهزيه تقدر تقاطعي وتشتتي كلامه وداير يرد على هواك. انت مالك الكلام حارقك، انت مالك السؤال حارقك، ما تصبر. السؤال ما حارقني. انت انسانه مسلطه. لا انت انسانه مسلطه وبتحبي الاضواء. تمام ليس الا يعني ايوه مسلطه، انسانه مسلطه جدا أيوة. جدا فعلا الزول يقول مداخلته كما يشاء يعني. فعلا مسلطه انسانه غريبه دي يا اخي جدا جدا لاكثر مما تتخيل. يا مناس طيب ما جينا يا فهد انا قلت لك دقيقه يا فهد لا ما تقاطعي. لا ما فهد لا ما تسمح لنا تقاطع المداخله حقتك، ما تسمح لنا تقاطع. يا مودريتر انتوا سمعتوا يا عثمان يا مودريتر. اي مودريتر ما هو لازم يكون خير. الزول يقول مداخلته بعد كان عندك سؤال اسالي، لكن ما توجهي ويقول شنو. طيب البنت الغريبه دي يا اخي. طيب يا فهد والله انت انسانه مسلطه والله يا ملاز، معلش يعني. طيب تمام، ما انا اكدت لك على المعلومه انت بتكرر فيها لشنو؟ فهد انا سالتك سؤال قلت لك قبل ما تواصل مداخلتك ده انا صح لها، قلت لي اتفضلي، فانا ما عارفه انت بوجهوك ولا الحاصل شنو. لا انا مش يا فهد انا قبل ما تواصل في مداخلتك قلت تسوقنا معلش تمام قبل ما تسوقنا بالدقداق، قبل ما تسوقنا بالدقداق ده اوضح لك حاجه. الجواب ده نتكلم عن الدقداق ده. انت ما عندك علاقه تتدخلي، الفرصه حقت فهد. ايوه خلي يتكلم بدل ضغط. طيب تمام مداخلته بعد تمام الجا قال الكلام ده يا فهد، ما قلنا نحن البلابسه. الجا قال الكلام ده وانا قاعد اسمع. الجا قال الكلام ده، قال الكلام ده منكم. انا داير اقول الكلام ده قال الكلام ده منكم انتوا. اديني مساحه بس، اديني مساحه. تفضل. كلامي انا بسيط وواضح، زي ما انا اديت افتراضات واسقطتها في الواقع ده. الكلام واضح باختصار. بخوضها الدعم يمثل السودانيين واللي بيشاركوا فيها معظم السودانيين. وفي اخينا ذكر كلام مهم جدا عشان نحن نفند بعض من الاكاذيب. اذا فضل في صف الدعم بتختصر على قبيله، خليه يطلع قبيلته اللي يشوفها تمشي كيف. اما تركيبه الدعم السريع في اخينا اشار لنقطه مهمه اللي هو هيثم ده. انا هقول الكلام ده عشان نبقى درس لذنون ولا اخرين. بالمناسبه في مكونات افريقيه زنجيه عندها كان وضعيه في الدعم السريع 2017. في اللحظه دي قبائل البقاره دي ما عندها الوضعيه دي، مثلا زي اهلنا البرقت اللي قبل ذكر منهم هنا الاخ اللي هو عبد الله بروش. ده لواء بدري ما يعني مش فتره، مش لواء بتاع قوه ممكن جات في اثناء، لا لواء قديم في الدعم السريع. وريني في اللحظه دي لاي زول من قبائل البقاره دي كان عندها لواء في داخل الدعم السريع ده. ما في، دي الحقيقه داير نقولها. واخرين كثر ما داير اتكلم عنهم. احنا عارفين الان باختصار مساهمه البرقت، مساهمه الفور، مساهمه القمر، مساهمه البرتي، مساهمه الارينه ذاته في دي، وكثر من القبائل زي ما عندها ناس في الطرف الاخر. هنا نحن نقدر ابنائهم ومجهودهم الكبير. فالذول المعارف الان الناس بيقودوها ومستوى التنوع، اي نعم المساهمه فيها متفاوته، لكن نحن عارفين في ادوار كبيره. فالذول اللي بيجي بيفتكر بيختصر دي في قبائل او في شريط معين،
هو ده بطريقه غير مباشره قاعد يفكر بعقليه الفلول. ايوه بيفكر بعقليه الفلول اللي هم بيفتكروا انه الناس السودانيين دول هم مصرين يبقوا انه دول الناس اجانب ومرتزقه، فده دول انا بفتكر انه دول عنده خلل فلولي في ذهنيته. اول حاجه كده محتاج يقرا الواقع ده ويعرف، وهو بعيد من الميدان. ايوه بعيد تماما من الميدان. فبنقول له اول حاجه دول بيفكر بعقليه زي دي، اذا في صف الدعم السريع ذاته خليه يغير عقليته ويعرف انه هذه القضيه في مجموعه من الناس دافعين فيها ثمن، وفي ناس من اقصى الشمال، من اقصى الشمال قاعدين كان قدام اللي وجودك. والله انا بعرف ناس شباب من امدرمان من كرري واصولهم ترجع لشمال السودان، والان هم قاعدين هناك في طيب ديل ما عندهم دور يعني؟ ما الكلام الزي ده ببقى زي كلام الزول اللي اسمه فضل الله ده، ولا اسمه منو ما عارف، فضل الله البكوري. مين بينا عندي؟ والله لو اختصرها لما كوين في دارفور ولا في دارفور في كردفان ولا في دارفور 10 هم تجنب. ما في كلام زي ده. دي عريضه فيها مجموعه من الشعوب بتقدم مساهمات من اجل شنو؟ من اجل تحرير البلد اللي اسمه السودان ده من عصابه الباذنجره. طيب ده موضوع براو. نجي لجزئيه مهمه بهمنا. نحن الان زي ما اكدنا للزنون ده سابقا، قلنا لهم خلوا الكروراك وخلوا البكي والضجيج ميدانيا، انت ما بتقدر تصل لدارفور. اليوم شفتوا مشت على مشارف مدينه الدلن، احنا في تقدم جيد. ويوم من الايام قلنا لهم عندنا اكثر من 15 معسكر قاعد، قادرين نرتب نفسنا ونجي ننزل في العمق. ما عندكم خيارات. الخيارات واضحه معروفه، اما تحرير شامل نحرر البلد دي، واما تخضعوا على التفاوض، وفي اللحظه ديك نخط الرؤيه الوطنيه اللي بتنقذ البلد اللي اسمه السودان ده من الكارثه التاريخيه اللي حصلت له. الكلام ده مفترض تعرفين انت يا ملاس، ويعرفوا ذنون، ويعرفوا عمار وغيره، اللي الناس تفكيرهم للواقع السوداني ده تفكير سطحي ما تفكير جوهري. انتم بعيدين من الواقع تماما يعني، فما في لكم خيارات. نحن الان ماشيين في عمليه التحول بمعنى الكلمه، من عسكريه الى مكتب الوجود والتغيير، بمعنى وجوديه سياسيه في الاساس، عشان الكلام برضه يبقى واضح بالنسبه للناس. ودي نقله كبيره حصلت لكثير من شعوب الهامش السودانيه اللي كانوا مظلومين ومقموعين. انا متاكد تماما اليوم قواتنا تصل على مشارف البحر الاحمر، مجموعات البيجا والهدندوه والبني عامر، كل منازل زي مناس الجزيره يوم دك زي التحول اللي حصل لناس الجزيره. كلهم هم اول ناس قبل بالنسبه للناس، عشان ما يقشوا الناس بالاكاذيب دي. ونحن عارفين مستوى امتدادنا الان في داخل المجتمع السوداني رغم افرازاتنا، لكن عارفين مستوى امتدادنا وتاثيرنا شنو. فانتم ما في لكم خيارات، ما تكذبوا على الناس. كملتها؟ ما كملتها، اديني مساحه باقي لي دقيقتين اخلص. فالداير اقول الان انتم في مأزق وفي مفترق الطرق. البناء البنبوم اللي عاملينه ده جيش ما عنده قوات جديده، ما عنده ميليشيات وبتتصارع في بعضها وضعيفه. يعني الليله حركه العدل والمساواه الحاجه المضحكه انهارت، فقدت قواتها الاساسيه، ولان حركه مسيطرين فيها ناس بشكل فئوي بدات تبحث لها عن ناس الكنابي، تمشي هناك ما اعرف لناس النار، تمشي لناس القطارف، تمشي المناجم عشان يقبضوا ناس يجيبوهم. ناس ضعاف الان، ناس قبضوا منهم ناس لقوهم ناس بسطة لانه خبره في ناس مقشوشين. يلقوا قوه من وين؟ عشان كده طبيعي يتكوا يمشوا للتجراي هناك ويمشوا للأروضة بتاع الشرق السودان وغيره في اريتريا. ما عندك جيش، الجيش انت يلا كده حتني كثير من الاجسام الوهميه بالمناسبه، وعلى راسهم زي حركه العدل والمساواه وما يسمى بطنبور وصلاح رصاص وغيره ما عارف شمار
اسماء الفلانيه دي. احنا مثل ما قال في واحد من الحجاج قبل كم يوم انه لغايه اللحظه اللي نمنا بابناء المراه الاولى. عندنا الراي بالزواج 4 مرات، ونحن ما بعيدين من السودانيين. الزواج ما مختصر فينا نحن بس، لا، دي ثقافه ودي عاده موجوده عند السودانيين. نحن لغايه اللحظه يظنون باولاد المراه الاولى، يعني الثانيه والثالثه والرابعه دي قاعدين. فخبركم نجد معانا، ما تتكلم لنا الكلام المنمق والكلام بتاع الضجيج ده يعني. شكرا. طيب استاذ عثمان عايز تتداخل ولا اتداخل؟ تمام اوكي. عمر حبابك يا اخي، منصه نورك. ان شاء الله كلكم طيبين. الله يديك العافيه. تسلم حبيبي عثمان وملاذ، شباب كلكم ان شاء الله طيبين يا جماعه. الله يسلمك يا رب. الله يعافيك يا عمر يا اخي، طولت شايفاك. ان شاء الله خير. بس والله يا فهد طبعا شوف يعني انا انت قلت عايز دقيقتين زياده، انت ما كملت مداخلتك يا الساده المستمعين الاعزاء. مداخله فهد الباقي كان بيتكلم عن الزواج وعن الولاده. يعني في لايف بيقول لك انهم هم بيتكلموا سياسه، لك ان تتخيل. يعني بيهدد في الشعب السوداني بانه اولاد المرة الثانيه واولاد المرة الثالثه واولاد المرة الرابعه ما دخلوهم الاحتياطي، ما خش المباراه. والله دي قصه عجيبه. تمام، نسلم ونآمن بالقصه دي يا فهد. انا سالت هيثم ده سؤال والزول ده حلف ما يجاوب وعمل فيها من بنها وما سامع. واول ما انا جيت، بالمناسبه انا قصدت انه انا اقاطعك يا فهد عشان انا متاكده هيثم ما حيتحمل المقاطعه. يا هيثم يا العامل فيها شفت، تعال نعلمك يلا. انا كنت متاكده انك ما حتتحمل مقاطعتي لي يا فهد الجاي سايقه معاك ده، وحتثبت انك قاعد وانك سامع وانه شبكتك كويسه. لكن انت هربت من السؤال وانت اثبتت الحاجه دي. سؤال واضح وهم سؤالين اكشولي. هل تم هيكله الدعم السريع ما بعد؟ والسؤال الثاني، لانه السؤال ده ذاته حتنشق منه اسئله اذا كانت الاجابه بنعم، ولكن خلونا في السؤال ذاته. والسؤال الثاني، انت لما كنت بتتكلم يا فهد في بدايه مداخلتك وجهتها للبلابسه، قلت انه البلابسه اللي بيطلعوا بيتكلموا عن مكونات، البلابسه ما قاعد يتكلموا عن مكونات ولا قالوا انتوا بتنتموا لمكونات عربيه ولا ما عربيه ولا غيره. الكلام ده قالوا زولكم ده ذاته ابو كلتم الهسي قاعد في المنصه ده. ما قلنا نحن ده زول محسوب عليكم نحن. دقيقه يا فهد انت قلت ما قلت انتوا جايين باسم الديمقراطيه بتقاطع على شنو؟ انتوا ما قلتوا اسياد وارباب الديمقراطيه في السودان ده يتحملوا الديمقراطيه دي؟ احنا ما جينا قلنا والله قاعدين نقيم ديمقراطيه ولا غيره. فلو سمحت يعني تمام. معلش اتكلم. طيب في ديمقراطيه ما في اشكال، تفضل. تمام. طيب يعني انتوا ده زولكم. انا واحده من الناس من آلاف وكميات عارفين انه ابو كلتم وعارفين خطاب ابو كلتم ومحسوب على الدعم السريع وعارفين انه وجه اعلامي ومسمي نفسه سياسي للدعم السريع بيتكلم باسمكم. فانتوا جايين تختلفوا لنا الليله في المنصه دي انه زول ما تبعكم وانه الموضوع ده محسوب عليكم والكلام ده ما ساي والكلام ده كلام فاضي. يعني نحن نصدق منه؟ نصدق ابو كلتم ولا نصدقكم؟ وانتم منو ذاته؟ انتوا ذاته نحن بكره ما ممكن تيجي تتنصلوا لنا وتقولوا لنا يجينا زول رابع يقول لنا لا ديل لا ديلك لا ديل ما تابعين للدعم السريع ولا بيتكلموا باسم الدعم السريع. نصدق منو؟ نحن قاعدين من قبل بتحاولوا تثبتوا للشعب السوداني انه كلام ابو كلتم غلط. ده زول محسوب عليكم. احنا مال اهلنا، احنا مالنا. انتوا امشوا جوا في روحكم دي كده، ده وحدوا خطابكم. يعني ما ممكن تكونوا ظاهرين بالمظهر المهزوز ده. يعني دي نقطة. السؤال، النوع زي ابو كلتم اللي انتوا بتختلفوا مع الليلة ده وبتقولوا انكم انتوا اللي بتتكلموا باسم الدعم السريع وانتوا اللي بتقولوا انه بتمثلوا راية الدعم السريع الصحيح. تمام؟ طيب الزولة زي ابو كلتم ده والناس اللي بتتكلم وبتقول لك بالواضح كده، ده مصفية بالواضح انه الدعم السريع قال بالحرف غيادات الدعم السريع هي عبارة عن عرب ما فيها قبائل اخرى، قال بالحرف. وانه الدعم السريع مشروع بتاع عرب شتات سماهم، هو سماهم الحزام العربي. انتوا الناس ديل اللي انتوا بتقولوا فتح المايك اللي اسمه التاج ده وقبليه واحد ما عارف كان اسمه منو
قال لي بتخرب علينا، اسمه علي ولا اسمه منو؟ حسي السؤال، اللي بيخربوا عليكم ديل عقوبتهم شنو؟ ما هم بيشوهوا صورتكم قلتوا للشعب السوداني، عقوبتهم شنو؟ انتوا تصرفاتكم تجاههم شنو؟ حتقول لي الوعي انه احنا نجي نواجههم في المنصات؟ انت شايف انه ده كفايه؟ سؤالين، هل عاد الدعم السريع تشكيل نفسه وهيكلته؟ لانه انتوا بخشمكم قلتوا انه والله هيكل، وقال وداه وقال جاب قيادات الجيش ما قبل ابريل 2023. انتوا بعد ذاك هيكلتوا نفسكم؟ جاوب على السؤال ده يا فهد. الاسئله دي ما اسئلتي انا، دي اتكلم على هيثم انت وجهتها لي انا بديك اجابات بسيطه. الدعم تركيبته قبل القاعده كما هي، وبيزداد قيادات وبيزداد قوه، زي ما كان القوه يمكن عددها 140,000 الان زي ما قال الرفيق القائد محمد حمدان في لقاء في كمبالا، قال وصلوا 500,000. يكفي انه احنا قادرين ندير العدد ده وهو ماشي في زياده وما ماشي في تناقص. انا ما بيهمني ابو كلتم قال شنو، ابو كلتم قاعد في المنصه دي، الشباب اللي ترددوا ذاك بموضوعهم. انا رايي واضح انه الدعم السريع ده قوه بتمثل الشعب السوداني، ومعظمها الان متنوعين، كان في القياده ولا في القوه باختصار. طيب الكلام اللي انا قلته ده بقصد اللي ذنون ده ولا اخرين، لانه ظلوا يعني بيختزلوا الدعم دي بشكل وهمي، واحنا بنقول لهم جماعه ما مع الاعتباطيه جوهريه ضد البازنجر كثير مرتين وكلامكم كثير وسكوركم حبه. اسمعوا الكلام ده هنا يا شباب، اسمعوا الكلام ده يا عرب، عشان ما تقعدوا لكوا لكوا في الكلام. ابو كلتم ده نحن بالنسبه لنا دعامي معروف قبل ما حمد تبقى دعامي ذاته من زمن الكلب هاوس. هيا ما في زول يهرب، الناس ما تهرب، الناس ما تهرب. انت جابوك فزع يا فهد، جاري وين؟ جاري وين يا فهد؟ انا جاي السد فيك الشغل التم بجاي، جاي تيم فيك شغل بجاي. جاري وين يا عشان البايتات؟ ابو كلتم ده قال نحن الدعم ده عرب، كلهم عرب. استعمل يا اخوي هوي، ما عندك شغله بالواحد ولا اثنين، انا ما صاحبك عشان تهزر معي. عندنا موضوع هنا قاعد نتناقش فيه كويس. ابو كلتم قال نحن عرب وقيادتنا كلها عرب وقضيتنا قضيه بتاعت عرب، ولو سنتين ثلاثه بنبح بالكلام ده. بعدين انت يا كسار الجبور خليك من الكلام الفارغ الكثير اللي تقول فيه ده. انت ذاتك في يوم من الايام عندك كلام الان مسجل، كنت مع ابو كلتم في الخطاب بتاع الحزام العربي ده. الليله ما بقى لك حر. سمعنا له لو انت معك، سمعوا لنازل، سمعها بالتسجيل. اسمعوا. انت في يوم من الايام كنت تابع لعمسيب ولا ما كنت؟ لا ما كنت تابع، لا ما كنت تابع لعمسيب خالص خالص خالص. خلاص خلي عثمان ياخذ فرصه عشان نقدر فرصتنا، بطل كذب. تفضل يا عثمان. يا عمر ندخلك في الصوره، ملخصك الاتي. ابو كلتم ده جه هنا في المنصه دي قال نحن قضيتنا قضيه بتاعت عرب، ونحن ناس سودانيين، ما في زول غلط في السودانيه دي. قال نحن عرب وقادتنا كلهم عرب، والدعم السريع ده حق العرب. الجماعه ده من قبل بيبرروا في الكلام بتاع ابو كلتم ده. جاء واحد قال ابو كلتم ده عرب خدته بلي ولا عرب خدته ما عارف هنا، عرب خدته سجن ولا ما عارف اكلوا لحم، المهم كلام زي ده. قال ابو كلتم ده زول شنو؟ ملقط الحمراء الساي، معنى كلامه اللي قاله ما مثل كده. قال عرب بلوا اكلوا، المهم لحم، كلام فيه عرب لحم شنو كده ما عارف انجغم. ابو كلتم طلع شنو؟ عرب في لحم ساي، راح شمال في لحم. ده حسب كلام الزول اللي يتحدث قدامه. قال ده زول نحن ده جاء نكر ابو كلتم. احنا دايرين نحل الموضوع ده، ما عشان ما تلفوا تدوروا كثير وكده انت ونحن وبتاع. خطاب بتاع ابو كلتم ده يا يمثلكم ابو كلتم تقدم استقالتك من الليله، ثاني ما عندك علاقه بالدعم السريع، ما اشوفك لا انت اللي قدامك لا اللي وراك. الموضوع ده ما تزوغوا منه. تفضل يا عمر. طيب شكرا لك يا استاذ عثمان. يا زنون ممكن انا اوريك ابو كلتم ده منو؟ انت طب المحمدين ده انت ما توريني نتيجه طالع بتكلم قدامنا نحن، وكمان الواحد اداكم فرصه تطلعوا في المنصات، كمان دارت تاخذوا فرص قدامنا.
يا ود كده شوف محمد لا اللي لا بتاع عمر انت جيت متاخر اول حاجه الفرصه دي حقتي هنا خلي الفارقه بتاعتك دي يا عمر الفاروق وقله الادب اللي بتعمل فيه. اعملوا ميوت يا هوي ايش اعمل ميوت عمر الفاروق انت ما كنت معرس حقي في الكلاب هاوس نسيت ولا شو؟ اعمل ميوت يا اعمل ميوت اعمل يا بليد بليد اعمل ميوت. انت كنت بتيجي ترقد لنا هناك. كده اعمل ميوت. طيب اعمل ميوت كده اعمل ميوت. انا جايك انت اعمل ميوت هيثم ما تجي كده ونزلك اسكت يسمع وناقش شوف الكلام ذكره قال يا عمر الفاروق انت كنت كذا كذا كذا. الكلام اللي ذكر عثمان زنون ده بما انه انا كنت معرض بالنسبه لك في الكلوب هاوس كلام عثمان ده صحيح انك انت كنت جزء يا ودي يا بليد جزء من المجموعات اللي بتتكلم بشكليه الحزام العربي وكنت طبال مع ناس ابو كلثوم. انت ليه الحته دي ناكره ليه؟ ناكر الموضوع ده لشنو يا كستار الجبور يا هيسومه؟ انت داير تصهر بانه الدعم السريع ده قومي على مستوى الارض. الكلام ده ما بيمشي لانه كل الشعب السوداني عارف العقليه اللي بيتعامل بها الدعم السريع. انا الان اتحداك وافتح ميوتك ده اديني 6 قيادات على مستوى الهيكله الهرميه للدعم السريع بتمثل مكونات الشعب السوداني ككل. فك الميوت يلا جاوب. 6 من محمد حمدان دقلو ونازل لعبد الرحيم دقلو اذكرهم بصيغه ما قبل. اسمع شو عشان ما تجي هنا ما قبل العمليه اللي هي بتاعت التفويض اللي تم من قبل قوات الشعب المسلحه السودانيه تجاه قوات الدعم السريع منذ تاسيس الدعم السريع 2013 2017 اديني 6 قيادات داخل الدعم السريع بتمثل مكونات الشعب السوداني ما ترجع عليه من سنه 2020. تفضل يلا جاوب. طيب منذ تكوين قوات الدعم السريع اتكونت في منطقة بعينها وقوة أصلا كانت قاعدة للحماية. فالسؤال البليد ده يا عمر الفاروق أنا ما عارف. لا أبرد خلي البنسليني مش أول أنا عارفك بتبكي. أنت ضعيف وهش من زمن الكلاب هاوس. خلي البنسلين ده يمشي يا فارع. السؤال أنا اللي سألتك لا أبرد يا فارع أبرد يا عمر أبرد. طيب أول حاجة قوات اتكونت في منطقة بعينها في تكوينها. يا أخي ما تبقى كمان يا بتاع مصحك فرنسا يا دار تتعالج من الإدمان كده أبرد زنون. حضر أدبك أذكر 6 أسماء 6 دي أسماء 1 2 3 4 زنون يا دار تتعالج في مصحات فرنسا كده أبرد عليك الله. ما دار أي فلسفة عندك تذكر 6 أسماء بس 1 2 3 6 أسماء قيادات بس. شوف ما تلف الدولة. طيب دقيقة أبرد أو ما في 6 أسماء في التكوين لكن أذكر قياداتك بالترتيب. يا بتاع مصحة فرنسا يقدر تفتح مطعم اللقاشة هناك ما تب قياداتك بالترتيب ما دار قلة أدب كلامك ده أنا ولا شغال. والله يا زنون أنا أطلع من هنا ده أدبك دي ما داير أنا شفت 6 أنا أطلع من هنا في تاريخك وأنت عارف كويس. تمسح والله أنت قاعد فوق ما قاعد تعمل حاجة. عصام ما تخلي يا ولد ما تخلي قلة الأدب يا ولد. والله ما دايرة ما تعمل لي فيها شفت يعني. قال لك 6 قيادات ما بتقدر تقعد تحت تكبز على الشاشة عشان ما تقعد تصعلك في نساي. أنت شغال في الدعم بتاع عيال دقلو فما تقعد تعمل لي فيها أنا وأعمل أنت والله التراب ومسويها. أنت خش أمريكا دي بكذب لما تبقى محسوب مع الرجال. تعال اسي فوق وريني الكيس بتاعك حق أمريكا شنو داخل بكيس بتاع لأنك أنت ما من القبائل الزنجية التمت في دارفور كيسك مرفوض وأنت عارف الكلام ده. تعال ورينا الكيس اللي دخلت به شنو. ما تقعد شوف يا هيثم ما تقعد تنزل وتطلع وتجود وتخرب وبتاع. كذاب نزلتوني انتوا يا زنون. يا زول انت كذاب يا زول نزلتني انت بركز معاك يا عثمان عكله دقيقه بس. عندك 6 غيارات تذكره ولا ما عندك؟ عثمان عكله بزر كورتك يا عثمان. هو يا باطل انت اسمع يا باطل انت اسمع اسمع يا باطل يا عمر الفاروق اللي قاعد تحت لما تتأدب تعال فوق. عندكم زول عنده إجابة على السؤال ده يا شباب؟